إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، خلق الله عز وجل آدم بيديه سبحانه وتعالى، وخلق حواء من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، فكانت المرأة كالعضو من جسد الرجل. الرجل هو الجسد والمرأة هي العضو، كأن الرجل شجرة والمرأة فرع من فروع هذه الشجرة. لذا قال الله رب العالمين سبحانه على لسان امرأة عمران، قال: وليس الذكر كالأنثى. فإن رب العالمين سبحانه لم يسوي بين الذكر وبين الأنثى، ذلك لأن الأنثى فرع والرجل أصل، وقد تتعدد الفروع الأصل الواحد، ولا يتعدد الأصل لفرع واحد. ما معنى هذا الكلام؟ الجسد له أعضاء، يدين، رجلين، له كلى، كبد، كل هذه أعضاء داخل الجسد الواحد. لكن هل يتخيل أن يكون للعضو الواحد له أكثر من جسد؟ يد واحدة يكون لها أكثر من جسد؟ لا يمكن. اليد ليس لها إلا جسد واحد ترتبط به. وكذا الفرع من الشجرة لا يصلح إلا أن يكون لجسد واحد، ولا يمكن أن يكون للفرع أكثر من شجرة، وإنما الشجرة تتعدد فروعها والفرع يكون لشجرة واحدة. فكذا الرجل مما شرع الله عز وجل له ربما يكون له أكثر من امرأة، يصل عددهم في الإسلام إلى 4، وقبل الإسلام كانوا أكثر من ذلك. فإن الإسلام ما جاء ليشرع التعدد للناس، لأن كثير من الناس يقول الإسلام جه بالتعدد. لا، بل الإسلام جاء مقيدا للتعدد. فإن سليمان عليه الصلاة والسلام كان له 100 امرأة، 100 زوجة، طاف عليهن جميعا لتجد كل واحدة منهن رجل يجاهد في سبيل الله. فإذا برب العالمين سبحانه وتعالى
يبتليه بأنه لم يقل إن شاء الله يبتليه بنصف جسد، والحديث في البخاري. دل هذا على أن سليمان كان له أكثر من 4 نسوة، وكذا داود عليه الصلاة والسلام. كل هؤلاء من الأنبياء كان لهم عدد من الزوجات لا حصر له. أما الإسلام جاء ليقيد التعدد فجعله 4 حتى يستطيع الرجل أن يعدل بين هؤلاء النسوة، حتى يستطيع الرجل أن يستقيم لهذه الأعضاء. ولذا أيضا نقول رب جسد لا يصلح إلا لفرع واحد، ورب جسد يصلح ل4 فروع. فإن العبرة ليست بأن كل رجل يصلح ل4 نسوة. رب رجل لا يستطيع أن يصلح لامرأة واحدة، فضلا أن يصلح ل4 نسوة. ماذا يفعل هذا الرجل؟ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل يتزوج بأكثر من امرأة ولا يعدل بينهن إلا ويأتي يوم القيامة وشقه مائل يفضح على رؤوس الخلائق. هذا كله يدل على أن الأمر إنما هو مسؤولية. لذا قال الله عز وجل: أن تعولوا. العول من كثرة المسؤولية على عاتق الرجل، لكن الأصل أن الرجل ليس كالمرأة، لأننا نسمع كثيرا الآن من بعض النسوة تقول: ولماذا لا تتزوج المرأة بأكثر من رجل؟ أمر عجيب. وهل رأيت قبل ذلك فرع من فروع شجرة ينتمي لأكثر من شجرة؟ إنما الفرع يكون لأصل واحد، ولا يمكن أن تتعدد له الأصول أبدا. لذا إن رب العالمين سبحانه جعل للمرأة في الجنة قمة إمتاعها أن تكون لرجل واحد، ولم يجعلها لأكثر من رجل. هكذا خلقها رب العالمين سبحانه، وجعل للرجل أكثر من امرأة. جعل له من الحور العين ما يصل إلى 70 امرأة. لكن رب العالمين سبحانه في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذه المرأة التي كانت تبغض ضرتها أشد وتفعل معها الأفاعيل، ينزع الله عز وجل من قلبها الغيرة، وينزع الله عز وجل من قلبها كل غل، فإذا بها تستوي لهذه المرأة. إذن أيها الإخوة الفضلاء، إن التسوية بين الرجل والمرأة إنما هي قسمة، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. أن يسوى بين الرجل وبين المرأة، وإنما يعدل بين الرجل وبين المرأة ولا يسوى بينهما. فإن رب العالمين سبحانه قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فالله عز وجل أمرنا ألا يتمنى الواحد ما فضل الله عز وجل به الآخر، فإنما شرع الله عز وجل وخلق سبحانه لحكمة قد اقتضاها. كل واحد من هؤلاء قد خلق لحكمة قد اقتضاها سبحانه، ولا يقلل من شأنه أنه خلق رجل أو يقلل من شأنها أنها خلقت امرأة، لكن لكل واحد منهما وظيفة قد خلق لها. تخيل كده واحد جاي يسوي ما بين عربية بإم آخر موديل
اخر موديل، ويسوي بينها وبين سيارة زي ما بيقولوا كده ايه الفور باي فور اللي هي بتاعت الجبال. تمام. هذه سيارة غالية وهذه سيارة غالية، لكن هذه صنعت للجبال والاخرى صنعت لتمشي في الطرق المستقيمة بسرعات. لكل منهما ميزة تختلف عن الآخر. لكن لو جئنا بهذه السيارة الغالية بإم أحدث موديل سيدان، حبينا نمشي بيها في الجبل، إيه اللي هيحصل لها؟ تتكسر، لا تستطيع أن تستوي مهما على ثمنها وبلغ، لأنها ما صنعت لهذه الطرقات أصلا. أما الأخرى صنعت لهذا الطريق، صنعت له. لذا قال الله رب العالمين: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالله عز وجل ما أرسل وما بعث نبيا إلا رجلا. لماذا؟ لأن الرجل منوط بالدعوة، منوط بالجهاد في سبيل الله، منوط بأمور عظيمة لا بد فيها أن يكون رجلا. لذا كانت خلقة الرجل تختلف عن خلقة المرأة، خلقتها تختلف عن خلقته. فانظر لما كانت الملكة رجلا صار على الملك رجل. ماذا حدث في ملكة بلقيس؟ ماذا فعلت؟ قالوا إنهم إذا دخلوا قرية إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع إليه المرسلون. شفت الكلام؟ هذا حال مين؟ حال المرأة. لكن سليمان ماذا فعل؟ قال: ارجع إليهم فليأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. بص الفرق بين ردود الأفعال شكله عامل إزاي؟ فرق رهيب. فرق بين المرأة والرجل لطبيعتها التي خلقت لها وطبيعة الرجل وما خلق له. فلذا التسوية بينهم قسمة ضيزة لا يمكن أن تتخيل أصلا. ولذا لما صارت بلقيس ملكة على هذه المملكة العظيمة في ثانية واحدة هذه المملكة كلها صارت عند سليمان عليه الصلاة والسلام، بل ودخلت الصرح وكان منها مكان. أمرها كله أمر امرأة، أمر امرأة، بل وذلك كله ليس مشينا لها وإنما هو مناسب لأصل خلقتها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ليه؟ لأنك لما تولي الأمر لامرأة فإن العاطفة هي التي تغلب عليها في كل أمر من أمور حياتها. المرأة لا تكون قاضية عند الأئمة الأربعة. ليه لا تكون قاضية؟ لأن الله عز وجل جعل شهادة الرجل بامرأتين، فكيف لا تصلح شاهدة وتصلح قاضية؟ كيف يكون هذا؟ قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فكيف تقضي بين الناس؟ زوجها ربما يؤذيها قبل أن تخرج، فإذا خرجت ووجدت مشكلة بين رجل وامرأة حكمت على الرجل بالإعدام فورا. ليه؟ لأن العاطفة هي التي تقضي في أمرها وليس العقل، وهذا لا يضرها، هكذا خلقتها وهذا ما خلقت له. لكنها إذا صارت قاضية فإنها كسيارة صنعت للسير في الطريق السريع، صارت في الجبال ما صنعت له أصلا، فإذا صارت فيه أفسدت وفسدت.
لذا أيها الإخوة الفضلاء، وليس الذكر كالأنثى من بداية الخلقة. انظر إلى الطفل الصغير، فرق الله عز وجل بين الطفل الرضيع والطفلة الرضيعة، فبول الصبي ينضح وبول الصبية يغسل. الجارية بولها يغسل للرضيعة طالما أن كلاهما لم يأكلوا طعاما، يعني صبي لم يأكل طعاما لسه بيرضع بس، وجارية بنت يعني لم أيضا تأكل طعاما لكنها ترضع فقط. الصبي إذا بال على الفراش، الفراش ينضح يعني يتحط عليه مية ايه كده وخلاص تمام. أما الجارية الصبية بولها يغسل. لماذا؟ فرق منذ الولادة، لأن هذه الجارية منذ أن خلقها الله عز وجل خلق فيها أشياء ليست في الرجل. لماذا؟ الله عز وجل قد أعد أجهزتها لكي تتحمل الحيض، وكي تتحمل الحمل، وكي تتحمل النطفة، وتتحمل أشياء كثيرة ليست كالرجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة تحيض وتترك الصلاة، وقال ذلك من نقصان عقلها. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين. لماذا؟ إنما نقص العقل لا يضر منها، لكنه نقص العقل إنما لشدة عاطفتها، عاطفتها. ولذلك الرجل يصلح لكل شيء إلا لشيء واحد لا يستطيع أن ينافس فيه المرأة. كثير من الناس يقول لك الرجل صراحة ما يصلحش في الأكل. لا طبعا، أعلى شيف في العالم رجل مش امرأة أصلا. الرجل يبرز في كل الأعمال إلا عمل واحد لا يستطيعه البتة ولا يستطيع أن ينافس فيه المرأة. ما هو؟ تربية الأولاد. إن المرأة صانعة أجيال، إن المرأة هي صانعة الرجال، هي التي تصنع الرجال. الإمام البخاري كان خلفه امرأة أمه، الإمام مالك كان خلفه امرأة أمه، الإمام أحمد كان خلفه امرأة أمه، محمد الفاتح كانت خلفه امرأة أمه. فما صار هؤلاء أعلاما إلا بأم قد تفرغت لهم. أم تفرغت لهم، ما بتعملش حاجة إلا هذه القضية. أما أن يتخير الرجل أن يكون مربيا هو لأبناء صغيرة، طب خلي أعطى رجل في الدنيا أقعدوا مع طفل رضيع لسه بيرضع وأقعدوا معاه ليلة واحدة، يا هيرميه يا يرمي نفسه من الشباك على الصبح. مش ممكن يتحمل، أمر صعب جدا لا يتخيله الرجال أصلا. لكن المرأة لا تنام ليلة بكاملها وقلبها يتفطر على رضيعها وهو يبكي، وتحاول معه بشتى الصور. هكذا خلقها رب العالمين وخلق لها هذه العاطفة. هذه العاطفة أيها الإخوة بدونها لن تصلح لرجل. تخيل كده يجي لك واحد يجي لي في مشكلة يقول لي يا عم الشيخ أنا حاسس إن أنا متجوز راجل، الكلمة بكلمة والضربة بضربة وكل حاجة قدامها حاجة على طول كده. هذه لا تستوي لرجل أصلا، مش هتستوي، لأن المرأة ما خلقت على هذه الصورة، وإنما المرأة خلقت على عوج. ليه على عوج؟ انت عارف لو الباب ما فيش حتة مفرقة كده الباب ده مش هيقفل، صح ولا لا؟ الباب هيخبط فين؟ هيخبط في السن تاني تك، فمش هيقفل. لازم الباب التاني يكون ايه؟ يكون جاي كده شوية. عشان ايه اللي يحصل؟ يخدم على بعضه ليه؟ البعض، صح؟ انما مش ممكن الاثنين يكونوا بنفس الايه؟ بنفس الاستقامة. لو الاثنين بنفس الاستقامة مش هيقفلوا. فلذلك المرأة خلقت على عوج لتحتوي هذا الايه؟ هذا الرجل، تحتويه في غضبه، تحتويه في حزنه، تحتويه في كل أمر من أمور حياته. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى موقف خديجة رضي الله تعالى عنها لما قال لها ورجع إليها ويقول زملوني زملوني،
وتقول له عائشة رضي الله تعالى عنها: والله لا يخزيك الله عز وجل أبدا، فإنك تقري الضيف وتفعل وتفعل وتفعل، وعدت له من صفاته ما عدت. لا ينسى لها النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا الموقف ما حيا صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم تأتيه هالة رضي الله تعالى عنها أخت خديجة، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها، وصوتها كان يشبه صوت خديجة، فيقول: اللهم خديجة، يعني ايه ده خديجة؟ ثم تذكر فقال: اللهم هالة، وفرش لها عباءته حتى تجلس. فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: أما زلت تذكر العجوز حمراء الشدقين؟ انت لسه فاكرها هذه العجوز حمراء الشدقين؟ فقال لها: لم يبدلك الله عز وجل خيرا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها محذرا: لا والله لم يبدلني الله عز وجل خيرا منها. شوف الكلام، شوف الإخلاص وشوف الوفاء كيف هو، حتى ولو تزوج بعدها لكنه لا ينساها، ولا ينسى لها فضل، ولا ينسى لها قيمة. فإن خديجة رضي الله تعالى عنها هي الذي نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أقرئ خديجة السلام وقل لها إن الله يبشرها ببيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب. الله أكبر. فأي النساء خديجة رضي الله تعالى عنها. لذا أيها الإخوة الفضلاء، إن الله عز وجل قد سوى بين الرجال والنساء في الأجر. في الأجر هم سواء. النساء شقائق الرجال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من ذكر أو أنثى. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات، كل هؤلاء يسوي الله عز وجل فيه بين الرجل والمرأة، كلاهما سواء في الأجر. لكن الوظيفة التي خلق الله عز وجل لها الرجل تختلف عن الوظيفة التي خلق الله عز وجل لها المرأة. ولو كان كلاهما سواء لما استقامت الحياة، فإن الحياة لا تستقيم إلا لذكر وأنثى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه ولا حافظ لما أفناه ولا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه ولا ضال لمن هداه ولا هادي لمن أعماه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، عباد الله، كثير من الناس الآن يسعى ليضاد كلام الله جل وعلا. فالله عز وجل يأمر ويقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فإن رب العالمين سبحانه لما جعل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، لكن رب العالمين قد ضاعف هذا الحظ للجيل الأصغر. الأصغر، وإلا الجيل الأكبر ليس فيه هذه المضاعفة. يعني إيه الكلام ده؟ تجد أن يموت رجل وله بنتان وله أب وأم، كيف يكون نصيب البنتين ونصيب الأب والأم؟ نصيب البنتين الثلثان، يعني كل واحدة منهم لها ثلث التركة. كل واحدة منهم لها ثلث التركة. ويكون للأب أبوه له السدس. السدس ده معناه
ان هذا الاب قد اخذ نصف البنت الواحدة، نصف البنت الواحدة، مع انه ايه؟ رجل، لكن للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا في مرتبة ايه؟ واحدة، يعني اولاد ذكور واناث. فهنا عندنا اصحاب فروض وعندنا عصبات. العصبة في الرجال، فالرجل يعصب الايه؟ المرأة، ويكون للذكر مثل حظ الايه؟ مثل حظ الانثيين. هذا لماذا؟ لأن الرجل هو الذي يعول الأولاد، الرجل هو الذي يعول هذه الأسرة، الرجل هو الذي بيده النفقة. فإن رب العالمين سبحانه لما قال الرجال قوامون على النساء، ليه بقى؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، بس عشان الخلقة، عشان انت اتخلقت رجل وهي اتخلقت مرأة فانت صرت قواما عليها فقط لا غير. لا لا، وبما انفقوا من ايه؟ من اموالهم. لذا القوامة منوطة بالنفقة. لا تجد رجل تنفق في بيته المرأة الا وشاركته في القوامة، بل وشاركته في القرار. وتقول له اصلها مش كلمتك لوحدك، ما انا بدفع زيك. هذا يقال في اغلب المشاكل التي بين الرجال وبين النساء. تجد المرأة تشاركه في القوامة بسبب انفاقها في الايه؟ في البيت. وما خلق الله عز وجل المرأة لتنفق اصلا، وانما المرأة خلقت لكي تفرغ لتربية الاولاد. اما النهاردة ايه اللي حاصل بقى؟ المرأة بتروح الشغل والعيال فين؟ في الحضانة. بتربيهم ايه؟ بتربيهم الحضانة، مش بتربيهم هذه المرأة، ولا تربيهم اصلا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فيخرج جيل كما نرى وكما نسمع. لذا ايها الاخوة الفضلاء، لابد للمرأة ان تفرغ، وان يكون الرجل قواما في بيته، هو الذي يمسك زمام البيت. زمام البيت لابد ان يكون في يد من؟ في يد الرجل. يعني لا يصلح ابدا، لان كثير من الرجال فاق هذا الامر. ازاي فاق هذا الامر؟ الموضوع معاه وصل لانه هو ما بيشغلهاش، هي قاعده في البيت، لكن هي تدرك انها هي الرجل والمرأة في البيت، وهي التي بيدها القرار. فالرجل اول ما يقبض فلوس الشغل بتاعته بيروح يعمل ايه؟ يحطها في حجرها ويقول لها اديني ليه؟ اديني المصروف. هذه ثقة صحيح، هو يثق في زوجه، لكن هذا الامر سيضغي هذه المرأة. هذه المرأة خلقت وقلبها يعمل أكثر من إيه؟ من عقله. وما خلقت لتتولى هذه الأمور، فإذا تولت هذه الأمور صارت المرأة مهيمنة على البيت خلاص. ما هو تخيل النهاردة هو بيديها الفلوس ويحطها كلها في حجرها. هل كل النساء لو جت أمه محتاجة فلوس يقول لها هاتي 1000 جنيه دي هنديها لأمي؟ كل النساء هترضى؟ في نساء بترضى، في نساء ولاد ناس وولاد حلال وولاد أصول، عشان ما حدش يقول ان انا اتهم كل النساء، لا والله، في نساء ولاد حلال وولاد أصول وولاد رجال وربوا في بيوت فخرجت منهم امرأة صالحة فيه. لكن لا نتكلم، انما نتكلم على الايه؟ على الاغلب والاعم. صح؟ هذا هو الاغلب والاعم. هيقدر يعمل كده؟ هيقدر يخرج منها فلوس عشان يديها لاخوه؟ طب حتى لو هي وافقت، طب هو كده حط امه في موقف شكله عامل ازاي؟ انه عرفها انه بيدي امه كل شهر حاجة. صح ولا مش صح؟ الافضل انها ده يخرج منه لمين؟ لأمه، دون ان تعرف زوجه، دون ان يعرف ابنه، دون ان تعرف ابنته، دون ان يعرف اي احد. الموضوع ده بيني وبين مين؟ بيني وبين امي. هد اخويا اقلل من شكله قدام زوجتي واعرفها ان انا بساعده؟ ما خلي اخويا بنفس الايه؟ الهيبه وبنفس الرجوله وبنفس الموقف. انا لما ادي اخويا حتى امي ما تعرفش، خده. صح ولا مش صح؟ هذا لابد منه، ولا يمكن أن يصير هذا إلا أن يكون زمام الأمر في يد من؟ في يد الرجل.
أما أن يكون الرجل كله في يد المرأة بهذه الطريقة التي نراها ونسمعها اليوم، حتى طغى النساء، طغى. والله يا إخوة أنا بحضر مشاكل والله العظيم يقف لها الشعر. لسه كان عندنا مشكلة من كام أسبوع كده، واحد رجع من السفر من السعودية، فكان بيدي لمراته كل شهر يديلها ليه؟ يديلها الفلوس، كل شهر يديلها ليه؟ الفلوس. فالمهم هي بتنفق وكذا وكذا وكذا. المهم بعد ما نزل اكتشف ان حسابها في البنك وصل ل 2 مليون جنيه. حسابها في البنك وصل لكام؟ ل 2 مليون جنيه. فلما عرف الامر ده بدأ يراجعها، ايه اللي حصل؟ فلما بيسأل الأولاد كانوا بياكلوا اللحمة دي مرة واحدة بس في الأسبوع، وممكن الأسبوع كله يمر ما فيهوش ولا يوم لحمة. ليه؟ لأنها بتعمل إيه؟ هي بتحوش. تمام؟ فقعدت تدخر 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات حتى وصل المبلغ إلى هذا المبلغ. لما جاي طالبها بجزء من هذا المبلغ تساعده به في جهاز ابنته، رفضت. قالت له دي فلوسي. لما قعدنا ما بينهم عارف قالت ايه؟ قالت انا كنت مستحمله السنين دي كلها ليه؟ انا شريكه في الغربه بتاعته، من حقي الفلوس دي، حقي مش حق حد تاني. شفت الكلام؟ من الذي جعلها تطغى هذا الطغيان؟ هو. لذلك هل نمنع كل الرجال من هذا الفعل؟ لا، ما نقدرش. يعني ممكن رجل يبعت للمرأة يبعت لها فلوس وهو واثق فيها 100%، أيوة، لكن لابد أن يكون رجل إيه؟ رجل عاقل، مش رجل مغفل. إزاي؟ عشرتها فأنا فاهمها. ده لو ليا ربع جنيه بتقول لي ليك ربع جنيه، معاشرها سنين طويلة وعارف هي أصلها إيه وهي على إيه. لكن واحد مغفل معاشر امرأة سنين ولا فهمها ولا أي حاجة، عايش معاها كأنه مش عايش. اللي زي ده بنقول له إيه؟ أمسك بقى، خد بالك، ما تعملش كده. لا تفتن المرأة وتصل بها إلى هذا الأمر. يا إخوة الأمر وصل إلى أبعد مدى. النهاردة كثيرا ما نقول الشباب النهاردة بنقول له وانت داخل اوعى يبقى نظرك للبنت اكثر من نظرك لأهلها. بنقول له ايوه بص على البنت حتى يؤدى ما بينكم، صح، لكن ليكن نظرك الاكبر على من؟ على ابيها وامها. شوف مين الراجل في البيت، مين الراجل. احنا لما جينا بنتكلم في مرة ما بين اتنين، فبنقول للست بنقول لها يا حاجة سيب الراجل يتكلم وهو اللي يتفق. قالت لي ما بيعرفش حاجة، هيخرب الدنيا. يتفق ايه؟ من امتى كان بيتفق؟ فاذا ضاعت الهيبة وضاع الرجال في هذا الأمر. لذلك أيها الإخوة الفضلاء لابد أن يكون الرجل رجلا في بيته، وأن تكون المرأة مرأة في بيتها. بعد الخطبة إن شاء الله رب العالمين نكمل الحديث. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء.